الكره لمحمد موسى على الجهه اليمنى، يحاول يمر من امام طاهر. محمد طاهر تروح في الوسط في اتجاه بسام الراوي، يلعبها مع مدافع احمد ياسر، يخرج بالكره احمد. لا دودو ولا ايدميلسون ولا اولونجا وصلتهم كرات في الجهه المقابله بالنسبه لنا عناصر نادي دحيل. الانطلاقه مره ثانيه، عمرو السوليه، وضعيه تسلل ام لا؟ وضعيه تسلل ام لا؟ الكره من بوليا، بابا 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 جول! بوليا 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 جول! هدف ثاني لعناصر نادي الاهلي. هل هناك وضعيه تسلل ام لا؟ الملعب ينفجر. الكونغولي وولتير بوليا استلم كره في العمق وانفرد، توغل وبوصراه سجل واسعد هؤلاء الجماهير. يا سلام! بواليا الكونغولي لم يسجل، وعندما سجل في الوقت الصح وفي المباراة الصح. هاي الإعادة مرة ثانية. يا هذه لازم نحسبها بالمليمتر، نحسبها بالمسطرة والقلم. قلت بأن بواليا لم يسجل مع الأهلي، عندما سجل في المباراة الصح وفي الوقت الصح، لأنه هذا الوقت حساس وصح في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول. بيسراه تحت أرجل صلاح زكريا. جول ثاني للأهلي من إمضاء وولتير بواليا الكونغولي. هدفان مقابل صفر. تتكلم طبعا، يشير إلى اللون الأزرق، لون علم بلاده الكونغو. الحكم الجواتيمالي ينتظر صحة الهدف من عدمه. تقنية الفار ستقرر هنالك في الغرفة إن كان الهدف صحيح أم لا. بواليا ينتظر الأهلي.